بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد هنتكلم فيه عن مباراة النادي الاهلي وشباب بلوزداد. المباراة اللي كانت امبارح، المباراة خلصت 0-0. الاهلي كان وحش جدا. هنتكلم ونحلل طريقة اداء النادي الاهلي وليه ظهر بالشكل ده، مين اللي غلطان، كولر ولا اللعيبة. فيديو جديد وان شاء الله يعجب الناس كلها. زي ما احنا شايفين الاثنين مدربين لعبوا بنفس الطريقة 4-1-4-1. الطريقة دي كان لعب بيها مدرب شباب بلوزداد في الماتش اللي فات اللي كان في برج العرب، ولكن كان كولر لعب 4-3-4-3، وده يثبت لنا ان كولر كان فيه هدف معين في دماغه هو رايح له وهو التعادل. طبعا راجعين من توقف دولي، لعيبه كتيره جدا مصابه، لعيبه كتيره جدا ما لعبتش، فالراجل كان رايح يريح نفسه وياخد النقطه ويرجع وهو عارف انه هيفضل اول المجموعه. التشكيل اللي لعب بالنادي الاهلي: مصطفى شوبير، خط الظهر علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني قدامه، مروان عطيه قدامه 4، حسين الشحات في الشمال، طاهر محمد طاهر في اليمين، اكرم توفيق وامام عاشور، وقدامهم موديست اللي طبعا هنتكلم عنه كتير جدا في اللي جاي. طيب دي الخطه. التاكتكس بقى اللي كولر كان بيحفظه للعيبه في اوضه اللبس، هل اللعيبه نفذته على اكمل وجه؟ هل اللعيبه عملت اللي كولر عايزه منهم بالحرف؟ الاجابه لا. واللي يثبت صحه كلامي ان مش احنا بس اللي متعصبين، كولر برده كان متعصب على الخط وبيزعق في اللعيبه كلها شمال ويمين، وبالاخص طاهر محمد طاهر وحسين الشحات اللي ما كانوش بيرجعوا خالص يأدوا الواجب الدفاعي. الفيديو ده بيوضح لنا ازاي الفرقه كانت المفروض ترجع، مين يساند مين ومين يغطي مين، ولكن ده ما كانش بيحصل خالص، وفي لعيبه كتيره جدا كانت بتتهاون. هنشوف مع بعض برضو في الصور اللي جايه بعد كده. ده الشكل اللي كولر كان متعصب عشانه. حسين الشحات وطاهر محمد طاهر كانوا بيقفوا في الحته دي بالظبط، ما كانوش بيرجعوا يدافعوا، وده كان بيعمل خلل في نص الملعب، وكان بيخلي شباب بلوزداد يسيطر على الكره في نص الملعب في الفتره اللي كانوا مسيطرين فيها، وخصوصا في الشوط الثاني لما كانوا هيجيبوا فينا جون، بس لولا ستر ربنا وتألق مصطفى شوبير. دلوقتي الشكل بتاع النادي الاهلي في الطريقه الهجوميه، وطبعا زي ما احنا شايفين الجنبين كانوا طايرين، لكن علي معلول كان واخد بعض التعليمات ان هو يقف لحد الثلث الامامي وبيكمل من قدامه امام عاشور، اللي المفروض هو ومحمد هاني كانوا يعملوا عرضيات على راس موديست، ولكن ده ما كانش بيحصل، وكانت دايما بتوصل للدفاع شباب بلوزداد قبل موديست. من التاكتكس ده كله اللي كولر كان عامله ان هم يلعبوا عرضيات لموديست، او موديست يعمل نفسه محطه للعيبه اللي جايه من ورا هي تخلص بطريقتها، ولكن ده ما كانش بيحصل خالص. بالارقام هنشوف دلوقتي موديست اصلا لمس الكوره كام مره وعمل ايه. موديست لعب 87 دقيقه، لمس الكوره 18 مره، سدد تسديده واحده بس وكانت بالراس وما كانتش على المرمى، عمل 6 جمبات خد منهم واحده بس. ملخص كلامنا ان كولر عارف هو بيعمل ايه، عارف امتى يدافع وامتى يهاجم، عارف هيروح الجزائر بايه وهيرجع بايه، عارف اللعيبه اللي معاه ومشت اللعيبه اللي معاه، فهو ادرى واحد بفرقته. كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، وان شاء الله البطوله تكون من نصيب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. شكرا ليكم.